خسائر وصلت ل 400 مليون دولار في الساعة، سعر البترول زاد 6%، رؤساء العالم طلعوا اتكلموا في كل حتة قلقانين ومش عارفين ايه اللي هيحصل. 6 أيام عاشتها مصر والعالم كله عينه عليها. الأزمة بدأت يوم 23 مارس بعد ما جنحت سفينة حاويات عملاقة وقفلت مجرى قناة السويس، أهم مجرى ملاحي في العالم. ومع الأزمة كترت الأسئلة والتوقعات والتحليلات. يا ترى مصر هتقدر تحلها؟ طب إزاي؟ وفي قد إيه؟ وإيه اللي هيحصل لو ما اتحلتش؟ ناس كتير عرضت إنها تساعد وكانت بتدعي من قلبها، وناس تانية اصطادت في الماء العكرة وبدأوا يشككوا في قدرة المصريين ويحبطوا عزيمتهم. لا، وكمان بدأوا يتكلموا عن بدائل لقناة السويس. بس المهندسين والعمال اللي كانوا شغالين على الأرض لمدة 6 أيام متواصلة سدوا ودانهم عن كل ده، وكانوا عارفين إن سمعة بلدهم بين إيديهم. وكالعادة عملوها المصريون، وفي 29 مارس اتعومت السفينة واتفتحت القناة ورجعت من تاني حركة السفن لطبيعتها. ملحمة كبيرة يا صديقي وتفاصيلها كتير. هات ورقة وقلم، ولا أقول لك هات أجندة المرة دي، وجهز كوباية الشاي أو الشربات لو حابب، وتعالى ألخص لك اللي حصل وأبعاده وتبعاته. بس الأول اعمل لايك وشير لو بتتفرج عليا على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتشوفني على اليوتيوب. أنا أحمد سلامة زي كتاب ما بيقول. يوم الثلاث 23 مارس وبالتحديد الساعة 8 إلا تلت الصبح العالم صحي على صور لسفينة حاويات عملاقة واقفة بعرض قناة السويس. السفينة دي اسمها ايفر جيفن، واللي بتشغلها شركة نقل بحري عملاقة اسمها ايفر جرين، ومملوكة في الأساس لشركة شوي كيسن اليابانية. السفينة كانت في طريقها من الصين لروتردام في هولندا. وتعالى صديقي في الأول نعرف شوية معلومات كده عن السفينة عشان تتخيل حجم المشكلة. السفينة اتبنت سنة 2018 وتعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم. حمولتها وصلت ل 220 ألف طن بارتفاع حوالي 60 متر، يعني تقريبا عمارة 20 دور. طول السفينة 400 متر تقريبا، يعني قد برج القاهرة 3 مرات. أما غطي السفينة وهو الجزء اللي بيكون تحت المية كان حوالي 16 متر، وعلم على ده صديقي هنجيله بعدين. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ وكالة نوفستي الروسية نشرت صور من الأقمار الصناعية لمسار السفينة قبل ما تدخل القناة. السفينة كانت بتلف في دوائر بشكل غير مفهوم، وده رفع علامة استفهام كتير إجابتها هتظهر بعدين. السفينة دخلت القناة عادي لحد ما جنحت على بعد 6 كيلو من المدخل الجنوبي لقناة السويس، وبالتحديد في الكيلو 151 بترقيم القناة، واللي بيوصل طولها ل 193 كيلو. السفينة كانت ماشية بسرعة كبيرة جدا حوالي 14 عقدة، ومع السرعة الشديدة دي لما جنحت غرزت في جنب القناة ووقفت بعرضها. نيجي بقى للسؤال الأهم، ليه السفينة جنحت؟ التقارير الأولية بتقول بسبب الجو، لأن الرياح في اليوم ده وصلت سرعتها ل 74 كيلومتر في الساعة، وده موسم الخمسين يا صديقي. فالحاويات على سطح السفينة كانت أشبه بشراع المركب، وده اللي ضاعف من تأثير الرياح عليها. وزي ما قلت لك سرعة السفينة كانت حوالي 14 عقدة، برغم إن السرعة المسموح بيها في القناة من 7 ل 8 عقدة بس. ده خلى فيه تكهنات بتقول إن قبطان السفينة قرر يزود السرعة بتاعتها علشان يواجه الرياح الشديدة، وهو بيعمل كده فقد القدرة على توجيه السفينة فشحطت منه وغرزت في الرمل. وركز معايا يا صديقي، عمق قناة السويس حوالي 24 متر، وغطس السفينة زي ما قلت لك 16 متر، بس القناة محفورة على شكل في مش حرف يو، يعني كل ما بتبعد عن منتصف القناة العمق بيقل تدريجي لحد ما يوصل ل 11 متر بس على الجنبين طبعا. وكل السفن العملاقة وهي بتعدي لازم تمشي في مسار محدد في نص القناة بالظبط، وعلشان كده السفينة غرزت لما جنحت بسرعتها الكبيرة. وللسبب ده كنا بنشوف الجرافات الصغيرة اللي ما كانتش عاجبة لبعض وهي بتشيل الرمل من تحت السفينة عشان تحررها. المهم في فكر تاني بيقول ان الرياح فعلا كانت شديدة بس ما كانتش السبب الأساسي، وان ممكن يكون في خطأ فني أو بشري من قبطان السفينة. وهنا عايز أوضح لك حاجة كمان يا صديقي ناس كتير اتكلمت عنها، وهي فين دور مرشدين قناة السويس على السفينة. هقول لك إن المرشد بيكون دوره قاصر على تقديم المشورة لقبطان السفينة، بس في الأول وفي الآخر الكلمة النهائية بتكون للقبطان اللي طبقا لقانون البحار بيعتبر رئيس جمهورية السفينة. عموما كل اللي فات ده كان تكهنات، والتحقيق في السبب الأساسي جاري وهيتم الإعلان عنه قريب بعد ما هيتم فحص الصندوق الأسود اللي متسجل عليه حركة السفينة والحوار اللي دار في قمرة القيادة والأوامر الخاصة بالماكينات. المهم بعد ما السفينة شحطت لقينا العالم كله بدأ يركز مع مصر. ما هو صديقي ما ينفعش القناة تقف، دي أهم ممر ملاحي في العالم كله، بيمر منها 12% من حجم التجارة العالمية و30% من حاويات الشحن.
ويوميا بيمر منها حوالي 1,000,000 برميل من النفط وتقريبا 20% من الغاز اللي رايح اوروبا، وبضايع بحوالي 10 مليار دولار. وده طبعا علشان هي اقصر طريق بيربط بين اسيا واوروبا، وخصوصا من مراكز الانتاج في الصين وشرق اسيا اللي بيصنعوا كل حاجه تقريبا لاكبر الاسواق المستهلكه واللي هي الاوروبيه والامريكيه. القناه بتختصر على اي سفينه حوالي 6000 كيلو تقريبا، لولاها كانت سفن البضائع هتلف حوالين قاره افريقيا بالكامل من طريق راس رجاء الصالح، يعني هيزيد وقت اي رحله من 8 ل 11 يوم، وده هيزود تكاليف الرحله من الوقود والاكل والشرب اللي هتزيد على ثمن اي سلعه. وطبعا علشان الاهميه دي لما القناه اتقفلت لقينا معظم اسواق البورصه العالميه بتتهز، وتقريبا معظم الاقتصاديين كانوا خايفين من ازمه اقتصاديه جديده زي اللي حصلت ايام كورونا لما سلاسل الامداد وقفت. ايه ده؟ هو الموضوع خطير قوي كده سلامه؟ يا صديقي خطير، ولو ما عرفتش من اللي فات ازيدك من الشعر بيت. قناه السويس هي اهم ممر تجاري دولي بيعتمد عليه العالم كله في تجارته، يعني ممكن بسهوله لو الموضوع طول من غير حل نلاقي دول عظمى بيصعدوا الازمه وبيعرضوها في مجلس الامن، ومش بعيد تلاقيهم جايين على ارض مصر بدعوى انهم جايين يديروا القناه. والعدوان الثلاثي في 56 يا صديقي بعد تأميم القناه اكبر دليل على كده. وغير الناس اللي عرضوا مساعده لقينا ناس بتستغل الازمه عشان مصالحها زي روسيا مثلا. لقينا تصريحات من رئيس شركه روس اتوم الحكوميه للطاقه النوويه بيقول ان القناه مش امنه ومش عمليه ومش هتكون اخر مره تتسد، وبيروج لطريق بحر الشمال المتجمد بتاع روسيا كبديل لقناه السويس. وده صديقي طريق بحري بتعمله روسيا علشان يوصل اسيا باوروبا عن طريق القطب الشمالي، مستغلين ذوبان الجليد نتيجه الاحتباس الحراري واللي الطبيعه ما دوبتوش، هم بيكسروه بكساحات الجليد. ايران كمان لانها بتستغل الازمه. السفير الايراني في موسكو نشر شويه تغريدات عن حاجه اسمها طريق شمال جنوب. التغريدات دي نشرتها وكاله الانباء الرسميه الايرانيه. طيب ايه ممر شمال جنوب ده سلامه؟ هقول لك ده طريق جديد للتجاره بين اسيا الوسطى وشرق اوروبا، بدايته هتكون الهند وبيمر بايران وافغانستان واذربيجان وينتهي في روسيا. الممر ده بيشمل شبكه طرق بطول 7200 كيلو متر في دول كتير زي كازاخستان وسلطنه عمان وسوريا واوكرانيا وارمينيا وبيلاروسيا وبلغاريا ودول تانية. السفير قال لك يلا نلحق نخلص الممر علشان يبقى بديل لقناة السويس. ما هو كانوا فاكرينها خلصت ومصر مش هتقوم منها، ومع ده لقينا ناس بتستغل الأزمة بشكل تاني، وحس الفكاهة انتشر مرة واحدة على شبكات التواصل الاجتماعي. شركات زي برجر كينج عملت حملة للترويج لسندوتشاتها، وأندية رياضية لأنها بتسوق للعبتها وسرعتهم كأنهم قادرين إنهم يشدوا السفينة. ماشي يا رجاله. وغير التريقه لقينا ناس بتنظر وسياسيين من العالم كله بيأكدوا ان الازمه مش هتتحل في اقل من 3 شهور. الازمه كانت حديث العالم كله والعنوان الاساسي في كل نشرات الاخبار من CNN للBBC لوسائل الاعلام العربيه، وده عادي طبعا، بس اللي ما كانش طبيعي لما تلاقي التغطية الإعلامية لوسائل إعلام أنت عارفها صديقي كويس كان كل هدفها الشماتة والتقليل من إدارة مصر للأزمة وإحباط أي عزيمة لحل المشكلة. يعني تخيل كده صديقي لما تكون في ضيقة وبتحاول تطلع منها وواحد كل شغلته إنه واقف في ظهرك يقولك مش هتقدر. ومن غير أي تحليلات سياسية وأي منطق لو حجبت اسم القناة واسم الأزمة هتحس إنهم بيتكلموا على عدو وكله بالكذب. بدأت لما قالوا إن السفينة جنحت في قناة السويس الجديدة، ولما عرفوا إنه مش صح وإن السفينة شحطت بعيد عن قناة السويس الجديدة بحوالي 60 كيلو، لأن القناة الجديدة ما اتعملتش بطول القناة أصلا، دي اتعملت من الكيلو 61 للكيلو 96 بترقيم القناة. راحوا مغيرين التون وقالوا شوفوا مصر وهي مش عارفة تحل أزمتها إزاي، ولما اتحلت قالوا القاطرة الهولندية هي اللي حلتها، مع إن دي كانت قاطرة واحدة بس من أصل 14 قاطرة، ووصلت متأخر كمان، وسلبوا حق مئات المصريين اللي اشتغلوا على مدار 6 أيام ما ناموش. المصريين اللي شفناهم كلنا في الفيديوهات بيهللوا الله أكبر لما السفينة عمت وكأنه العبور من تاني. هم مش دول اللي لقيناهم زمان في 2015 بيقولوا مصر بتصرف ليه على قناة السويس الجديدة، ويقول لك مش أولى الفلوس دي كانت تتصرف على حاجة تانية؟ دلوقتي لما حصلت الأزمة بيقولوا مصر ما صرفتش كفاية ليه وما عملتش القناة الجديدة بطول القناة كلها ليه؟ وبرضه هم نفس الناس اللي لو حبيت توسع تاني وتستثمر في القناة تاني هيقولوا ازاي وليه وده ملوش لازمة.
المهم في النهاية بعد ماراثون طويل لمدة 6 أيام قدر المصريون إن هم يعوموا السفينة ويرجعوا الملاحة من تاني. بس خليني أقول لك إن مصر عدت بكتير جدا وعملت إنجازات أكتر بكتير في تاريخها وأكبر من الحوار ده. دي في الأول وفي الآخر بالنسبة للمصريين مركب وشحطت، كبرت أو صغرت فهي مركب. ناس بنت الأهرامات وهم اللي بنوا القناة وهم اللي يعرفوا يدوروها، فطبيعي إن اللي عملوه ده يبقى سابقة في التاريخ الملاحي العالمي. ليه؟ هقول لك. أطلع السفينة من غير تفريغ الحمولة أو الإضرار ببدن السفينة أو تلويث القناة اللي هي البيئة يعني، وفي نفس الوقت ما كناش ناسيين السفن المنتظرة على بوابتين القناة، دي كانت بتبعت لهم أكل وشرب. وهل أنت محتاج إن أنا أقول لك إن مصر كانت بتبعت أعلاف للسفن اللي شايلة حيوانات؟ بص يا محترم، اللي حصل وضح حاجات كتير. عندك ناس استنتجت ودول شمتت، بس ولاد مصر اشتغلوا. وخليني اقول لك ان اصدق اللغات هي لغة الارقام، واصدق الكلمات هي الافعال، وقالت مصر اصدق الكلمات بالافعال. وانهي كلامي بان اصدق الافعال الايمان، وايمان مصر في ولادها بلا حدود. اتشرف بمتابعتكم لقناة زي كتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان. اشوفكم بخير.